قرعة كأس العالم للأندية لسه معمولة منذ دقائق، وللأسف يعني الأهلي واتحاد جدة في طريق واحد. أنا كنت أتمنى أن الأهلي يبقى في جهة واتحاد جدة في جهة، زي ما حصل قبل كده مع الهلال، ولعبنا بعض في الثالث والرابع وكسبنا وخدنا الثالث. كنت أتمنى أن الفرقتين العربيتين ما يواجهوش بعض في الدور الثمانية، يعني كان نفسي في قبل النهائي بس، او في على الثالث والرابع بس. هو خلاص القرعه اتعملت، الاهلي في مواجهه الاتحاد جده او الفائز من اتحاد جده واوكلاند سيتي. بس انا يعني بنسبه 99.9 اتحاد جده قادر على تخطي عقبه اوكلاند سيتي. يعني فرقه زي اتحاد جده صعب انها ما تعديش من اوكلاند سيتي. هنتكلم عن القرعه وتوقعاتي كاهلاوي، وهقول لك برضو ان الاهلي واتحاد جده لو لعبوا بعض الفائز منهم هيلاعب بطل امريكا الجنوبيه، وكويس انها مش بطل اوروبا. فلايكك الجميل بقى وشيرك الجميل وقول لي رايك في الكومنتات. وقبل كل ده طبعا نصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيلا بينا. في البدايه جمهور الاهلي زعلان من الاداره، وجمهور اتحاد جده برضه زعلان من الاداره. جمهور الاهلي عايز مهاجم، كل حلمه في مهاجم. احنا كاهلاويه عايزين مهاجم عشان عندنا بطولات قويه ابرزها كاس العالم للانديه. وعلى الناحيه الثانيه جمهور اتحاد جده هو الاخر زعلان من الاداره، بس جمهور اتحاد جده طمعان شويه او طماع شويه، عايز يعني هو عنده بنزيما وكانتي وعنده حمد الله وعنده مجموعه لعيبه، بس هو لا، عايز يجيب محمد صلاح وعايز يجيب مدافع كويس عشان يختم الميركاتو بطريقه كويسه، ومش راضيين عن الانتدابات. خليني اقول لك ان الاهلي كده كده هيلعب من دور الثمانيه، لان الاهلي واخد بطوله افريقيا، لكن اتحاد جده بيلعب لانه بطل دوري الدوله المستضيفه، فهيلعب مع اوكلاند سيتي في البدايه دور تمهيدي قبل دور الثمانيه. اوكلاند سيتي واتحاد جده من وجهه نظري مواجهه شبه محسومه. صعب قوي فريق بقيمه اتحاد جده يتغلب من اوكلاند سيتي، وان كان كل حاجه وارده في عالم كره القدم. انا كاهلاوي ما كنتش اتمنى ان المواجهه مع اتحاد جده تيجي في دور الثمانيه، يعني على اساس ان احنا عرب وان احنا يعني نقابل بعض في دور قبل النهائي، بس هي ما كانتش هتبقى حتى في دور قبل النهائي، لان ما ينفعش بطل اوروبا بيبقى قبل النهائي وبطل امريكا الجنوبيه. فعلى الاقل كنا نلاعب بعض، مثلا الاهلي يلعب لو لا قدر الله كان خسر وما صعدش نهائي يلعب على الثالث والرابع، اتحاد جده ممكن يكمل، يعني ممكن في الاخر فرقه على الاقل تصعد نهائي، وممكن الاحتمال ده وارد برضه في الفتره دي. انا كاهلاوي محتاج المهاجم، وزي ما قلت جمهور الاهلي يقول لك اتحاد جده عنده لعيبه كويسه، اتحاد جده فرقه صرفه، بس انا كاهلاوي شايف الدنيا مش كده. انا شايف ان مباراه اتحاد جده زيها زي اي مباراه. هنا شخصيه البطل، انا كاهلي انا شخصيه بطل، انا فرقه على مدار التاريخ عندي الفوز ولا بديله عن الفوز ولا شيء غير الفوز. لما كنت بلاعب ريال مدريد برضه هنزل بنفس ان انا لاعب اتحاد جده لانها فرقه عندها نجوم. فمن وجهه نظري انا مش فارق معايا ان لاعب اتحاد جده الاول او لاعب فرقه تانية الاول، لا مش فارقه معايا، اللي عايز يكسب واللي عايز يصعد بيلاعب اي حد. انا واثق في فرقتي وواثق من قدرات فرقتي، وان شاء الله لو هنلاعب اتحاد جده اتمنى طبعا الاهلي يكسب، وكاتحاداوي انت تتمنى ان الاتحاد يكسب، بس ان شاء الله الاهلي يكسب. بس جمهور الاهلي يقول لك لا، لازم المهاجم مهم. هتخش مباراه زي دي كاس عالم الانديه من غير مهاجم مش هينفع. ففعلا الاهلي محتاج مهاجم عشان الجمهور يبقى عنده طمأنينة اكتر. اتحاد جدة عنده بنزيما وعنده حمد الله في الهجوم، فحاجة يعني كبيرة ما نقدرش ننكر، ومواجهة هتبقى صعبة وصعبة قوي على الفرقتين، عشان ما حدش يقول دي سهلة لاتحاد جدة او سهلة للاهلي. لا لا لا، المباراة دي هتبقى صعبة للفرقتين. انا كاهلاوي بتمناها اهلاويه بعون الله، وان شاء الله نوصل للدور قبل النهائي، وليه لا نكسب بطل امريكا الجنوبيه ونصعد نهائي البطوله ونلاعب مانشستر سيتي
وليه لا. في الكومنتات بقى قول لي رأيك، شايف ان مواجهة الاهلي هتبقى كاتحداوي يعني عاملة ازاي، وانت كاهلاوي شايف مواجهة الاهلي للاتحاد عاملة ازاي؟ لايكك الجميل وشارك الجميل. اهلاوي انا والفخر ليا. سلام.